السلام عليكم. هاتيلي شوية مية ودقيق وهعمل لك احلى مخبوزات العيش الشامي اللي انت شايفاه قدامك، العسل المنفوخ ده. ايوه، بالمية والدقيق بس. واقول لك كمان بديل المية في الفيديو ده. تابعي امر الفيديو للاخر. اهم حاجة هنجيب بولة وهنزل بكوباية من المية، معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة، معلقة كبيرة هرمية كده من السكر. هقلب المكونات دي كويس. تاني حاجة هنزل بيها نص كيلو دقيق منخول كويس متعدد الاستخدامات، نص معلقة صغيرة كده من الملح. وهقلب المكونات دي بالمعلقة. انا لحد دلوقتي ما استخدمتش ايدي، انا يدوب بلم المية والدقيق على بعض. اهم حاجة ما تنزليش بالمية مرة واحدة عشان العجينة بتاعتك ما تبص منك. نزلي المية واحدة واحدة عشان في الاخر تاخدي عجينة مظبوطة طرية جدا جدا. وهقولك كمان انا خدت قد ايه مية بالظبط. العجينة بتاعتي خدت معايا كوبايتين الا ربع من المية، وده طبعا حسب الدقيق اللي معاكي، ممكن ياخد اقل وممكن ياخد اكتر بمعلقة بمعلقتين، ده حسب نوع الدقيق. وهنزل تدريجيا زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هاخد العجينة بتاعتي انزلها على الرخامة بحيث ان انا اخدمها او اعجنها كويس، عشان انا عايزة العجينة بتاعتي يكون ليها عرق كويس. ولو قطعت معاكي بالشكل ده يبقى لسه العجينة بتاعتك ما اتخدمتش كويس، لازم تعجنيها على الاقل 8 دقايق. شايفين لسه بتقطع معايا؟ هبتدي ان انا اعجنها كويس جدا 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 بحيث ان انا اربي لها العرق. وهقولك كمان وانا بشدها، ابص شايفين كده ما اتقطعتش معايا، يبقى كده تمام معايا العجينة، معايا تمام جدا جدا وربت معايا عرق كمان. وهقولك كمان لو انتي عايزة تستخدمي بدل المية ايه، هنا دهنت دهنة بسيطة كده من الزيت، وهبتدي ان انا اغطيها بكيس بلاستيك وفوطة فوطة كده نضيفة، واسيبها نص ساعة تتخمر. شايفين ما شاء الله. طب انا لو عايزة اخبزها غير المية، طيب بديل المية ممكن تستخدمي اللبن، مفيش اي مشكلة خالص. بس انا عاملة الفيديو ده اقتصادي جدا، وطبعا طالعة ما شاء الله، طالعة جميلة جدا جدا، وهتشوفي كمان العيش بنفسك. هبتدي ان انا اخد العجينة بتاعتي وارولها كده بالشكل ده، اقسمها اول نصين كده وارش رشة بسيطة كده من الدقيق على الرخامة، واقسمها نصين، واخد النص الاولاني وابتدي ان انا الفها رولي بالشكل ده. طبعا العيش ده عايزاه صغير عايزاه كبير. انا كنت عاملاه بالظبط كده زي قد كده العيش بتاعت السندوتشات الفول والطعميه بتاعت المطاعم، قده كده بالظبط. تمام. هبتدي ان انا اخد كل واحده كده واقفلها كويس بالشكل ده وارولها كده بايدي. تمام. اهم حاجه ان انتي تجيبي صينيه عندك وتحطي عليها كده رشه حلوه كده من الدقيق، وتحطي فيها الكور اللي انا كورتها بايدي بالشكل ده فيها. تمام. وتغطيها اهم حاجه بكيس تلاجة عشان ما ينشفش منك. اهم حاجه تغطي المخبوزات، اي مخبوزات عندك. هعمل بقى دولت وهرجع لكم. بعد ما رجعت لكم بصوا هتاخدوا بقى اول واحده خالص تكوني عاملاها، تبداي باول واحده ماشي، تكون ارتاحت معاكي وتكون اتظبطت كده يعني في التخمير. هاخدها كده معايا وابتدي ان انا ارش رشه كويسه كده من الدقيق من فوق ومن تحت. واهم حاجه ما تضغطيش عليها كده وانتي تفرديها. تمام، يعني ما تضغطيش عليها قوي، وهو ده السمك المطلوب للعيش بتاعنا. تمام. هبتدي برضو اعمل لكم واحده كمان. اهم حاجه في الوقت ده وانتي بتشيلي العيش بتاعك عشان دوت هيتخمر تاني، اهم حاجه تحطيه ما بين فوطه وفوطه. شايفين السمك؟ هو ده اللي انا عايزاه بالظبط، يعني تحطيه ما بين فوطه كده وتغطيه فوطه. تمام. شايفين ما شاء الله بعد التخمير عامل ازاي؟ سبته كده نص ساعه. هبدا برضك باول واحده. تمام. اول واحده في اي حاجه تاخديها ماشي، ما تبدئيش في النص ولا في الاخر، لا ابتدي كده على طول في اول واحده. شايفين بقى؟ هنعمله بقى على البوتاجاز بالشكل ده، طاسة صينية اي حاجة عندك وتحطيها. اهم حاجة النار تكون على وسط، مايلة لهادي شوية. تمام.
ما بين واحدة وواحدة كده تمسحي بالمنديل كده ايه بواقي الدقيق اللي بينزل، تمسحيه بالمنديل كده. تمام. شايفين ما شاء الله منفوخ ازاي وحلو؟ عشان العجينة اتخدمت كويس، ريحناها كويس. شايفين عاملة ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. ما تنسيش يا قمر تعملي اشتراك وتعملي لايك حلو كده، وتعملي اشتراك للقناة عشان يوصلك كل جديد بإذن الله. شايفين عاملة ازاي؟ وما بين كل شوية نقلبه الناحية التانية، مفيش ثواني ونقلب، ثواني ونقلب، ما نسيبهوش ياخد لون من تحت وبعدين نقلب، لا هيتحرق معاكي. يعني اول ما تحطيه كده وتحسي ان هو بيتنفخ معاكي كده، تقومي ايه قلبه الناحية التانية، قلبه الناحية التانية كده تمام. ما تسيبوهوش هيتحرق منك، اقلبيه كل شوية زي ما بعمل كده. شايفين ما شاء الله العيش عامل ازاي؟ تحفة تحفة جدا. اهم حاجه بقى وانت مطلعاه كده، عايزه تحطيه بفوطه، هو كده كده بيقعد طري وجميل قوي. حطيه فوطه كده واستني لما يهدى كده من الحراره بتاعته وتقومي مغطياه. تمام. شايفين ما شاء الله دي تالت واحده اهي. شايفين بيقب معايا ازاي؟ وما تنسيش ان انت تحركيه كل شويه عشان ما يتحرقش منك. وما بين واحده وواحده تمسكي منديل كده وتمسحي ايه بقيه الدقيق اللي بينزل على الطاسه عشان ما يحرقش التاني. تمام. واحده كمان اهي، واقرب لكم الكاميرا عشان اللي لسه مبتدئين، وان شاء الله هيطلع معاكم زي العسل وزي الفل كمان. ده ينفع بقى للمدارس، المدارس قربت اهي، ينفع جدا للمدارس. وكمان على قد الايد خالص بمية ودقيق. وكمان قلتلك البديل، لو انت عايزة بدال المية حاجة تانية هتستخدمي لبن، بس انا عاملاه على قد الايد خالص. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ خلصنا الكمية كلها اهي، من نص كيلو دقيق عملنا 18 واحدة ما شاء الله. شايفين عاملة ازاي؟ عايزاه بقى تحطيه على في التفريز في الفريزر، استني لما يهدى شوية وبعدين حطيه في كيس تلاجة وحطيه في الفريزر، وهتطلعيه من الفريزر يعني 10 دقايق هيفك منك، هيبقى زي العسل واكنك لسه خبزاه حالا. هفتح لكم بقى واحدة كده، بس ما شاء الله عاملة ازاي من جوه، مستوي جدا جدا، مفيش اي تلكيع من جواه ولا اي حاجة خالص. شايفين عامل ازاي؟ اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.